السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم معايا البنات في فيديو جديد على القناه. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم غنقترح عليكم وصفات رائعه، وصفات صحيه لنظام الصيام المتقطع، وكذلك البنات اللي كيتبعوا نظام صحي. هنا يا حبيبتي كتشاهدوا معايا الوصفه الاولى. هنا البنات خبز مشرمل كيف ما كتشوفوا معايا، يمكن لكم ترافقوه الاطباق الرئيسيه ديالكم كيف ما كتشوفوا معايا. غنقشروا خبزو الكميه اللي بغيتو ونقطعوها بهذا الشكل هذا، ونزيدوا زيت الزيتون، شويه ديال السكينجبير للتحميره، وكذلك الا بغيتو تعملوا يعني التوابل اللي بغيتو تنسموا بهم هاد الخيزو هذا. بالنسبه للتوابل كيف ما شفتوا معايا شويه ديال الفلفل الاحمر، يمكن لكم حتى تعملوا الحار، يعني فلفل احمر يكون حار. بالنسبه لهاد بطيطوس كذلك يمكن لكم ترافقوها الاطباق ديالكم. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا شويه ديال البطاطا مقطعه على هاد الشكل هذا، وبالنسبه للعطريه شويه ديال الملحه الابزار، ويمكن لكم تستعملوا الزعتر والنباتات العطريه كيجيو مزيونين في هاد البطيطوس هادي. وكذلك كيف ما شفتوا معايا هنايا رافقناها بالسمك، شرائح ديال السمك. هنا يا حبيبتي كتشاهدوا معايا الوصفه المواليه، اللحم بالبطاطا. كذلك غنوريكم الطريقه. هنايا البطاطا البنات يمكن لكم تعوضوها بالخضره اخرى. هنايا في المقله غنعملوا شويه ديال زيت الزيتون وشرائح ديال اللحم كيف ما كتشوفوا مقطعين قطع صغيره، ونحمروهم مزيان كيف ما كتشاهدوا معايا. من بعد غنزولوهم مقله وغنضيفوا بصله وشويه ديال الثومه، ونضيفوا واحد الملعقه ديال الطماطم مركزه. والطماطم حوالي عندي هنايا جوج اولا 3 ديال الحبات ديال الطماطم اللي طحناها مزيان. من بعد غنضيفوا اللحم، شويه ديال الملحه الابزار وكذلك التحميره، وغنضيفوا الماء كيف ما كتشوفوا معايا، ورق الرند. كتجي مزيونه بالنسبه للمذاق ديالها، وكذلك سهله في التوجد، طريقه التوجد ديالها كتجي سهله. وغنقدموهم بهذا الشكل هذا. يمكن لكم كيف ما قلت لكم تقدموا هذا الطبق هذا مع الخضره ولا شلاضه، فلكم الاختيار. هنا يا حبيبتي ايضا غنشاهدوا كيف ما كتشوفوا معايا خبزو اللي مشرمل بطريقه اخرى، طريقه مغايره. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا غناخدو خبزو كميه اللي بغينا ونقشروه كيف ما كتشوفوا. غنضيفوا زيت الزيتون، غنعملوا شويه ديال الملحه، وغندخلوه الفران يتحمر مزيان حتى يطيب مزيان ويتحمر بحال اللي كتشوفوا هنايا. وغنضيفوا الزبده وشويه ديال الثومه وشويه ديال المعدنوس، وغنخلطوا كلشي. زبده حيوانيه البنات، فكتجي لذيذه. نضيفوا شويه ديال زيت الزيتون مع الثومه والمعدنوس بهذه الطريقه هذه، فيمكن لكم ترافقوها الاطباق الرئيسيه ديالكم. هنا يا حبيبتي كيف ما كتشاهدوا معايا غنوجدوا وجبه متكامله. هنايا البطاطا كيف ما كتشوفوا في الفران مع قطع ديال الدجاج اللي حتى هو مشوي في الفران. بطاطا كتجي لذيذه، فتابعوا معايا البنات المكونات وطريقه الاستخدام ديالها. هنايا حبيبتي غنقشروا البطاطا وغنقطعوها دوائر رقيقه كيف ما شفتوا معايا، ونعملوها في اللاطه ديال الفران. عندنا هنايا 4 لتر ديال قشده طريه، شويه ديال الحليب وشويه ديال الجبن كيف ما كتشوفوا معايا، اولا يمكن لكم تستعملوا دانون مسوس ياغورت طبيعي. بالنسبه للعطريه التحميره الخرقوم الابزار الملحه، فإلا بغيتو تزيدوا الحار فلكم الاختيار. كيف ما كتعرفوا البطاطا اللي كتجي في الفرن كتجي مزيونه بهذه الطريقه هذه، اولا تنسموها بالزعتر
اولا النباتات العطريه، فكتجي لذيذه في كلا الحالتين. بالنسبه لهاد البطاطا هذه نطيبوها في الفران. الا بغيتو يعني طيب دغيا تسلقوها نص سلقه ومن بعد دخلوها للفران. تعملوا لها الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا. نعملوا شويه ديال الجبن من الفوق، فكيبقى اختياري النوعيه ديال الجبن، انما غيكون خصو يكون يعني صحي. صافي نغطيو اللاطه ديالنا كيف ما كتشوفوا، ندخلوها للفران حتى طيب البطاطا مزيان. بالنسبه للدجاج كيف ما كتشوفوا غنضيفوا شويه ديال الملحه وشويه ديال الحار اختياري كذلك. بالنسبه للحار هنايا كيف ما كتشوف شويه ديال الدقيق، غندوزو فيه ديك الشرائح ديال الدجاج. من بعد نجيبو كيف ما كتشوفوا بيضه. من بعد ما عملنا ديك الدجاج في الطحين عملنا في البيضه، وغنعملوه كذلك في لاشابلور وندخلوه الفران، اولا طيبوهم في اير فراير كيجي مزيون. كيجي الدجاج مقرمش كيف ما كتشوفوا معايا، كيجي لذيذ صحي. وهنايا كيف ما كتشوفوا معايا غنقدموا لكم هنايا بطاطا في الفران بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا. سلقنا شويه ديال البطاطا نص سلقه ونعملوها في سلقنا عفوا البطاطا مزيان، وغنعملوها كيف ما كتشوفوا في اللاطه اللي غتدخل الفران، وغنمعسوها كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. وغنضيفوا لها شويه ديال الملحه، شويه ديال الجبن، وشويه ديال المعدنوس. هنا يا حبيباتي كتشاهدوا معايا هذا الطبق هذا غنحتاجوا هاد قرعه خضراء وشويه ديال الخيزو اللي مقطعين شرائح طويله كيف ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه. وهنا يا حبيباتي كيف ما كتشوفوا غنعملوا شويه ديال زيت الزيتون والكفته، ونخليو كفته طيب مزيان. من بعد غنضيفوا لها بصله مقطعه مربعات، غنزيدوا الملحه والابزار وشويه ديال طماطم كيف ما كتشوفوا طماطم مركزه. من بعد غنهزو هاد خيزو والقرعه في الماء، غنصفيوها مزيان. غنضيفوا واحد بيضه وشويه واحد 2 معالق ديال النشا، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، وشويه ديال التحميره على حسب الاختيار ديالكم. فكيف ما كتشوفوا غنعملوها في اللاطه اللي غتدخل الفران. من بعد ما طابت نص طيبه كيف ما كتشوفوا غنقلبوها بهذا الشكل هذا. غنزيدوا جبن شرائح، وغنزيدوا الكفته اللي كنا طيبنا بالبصله، وغنزيدوا شويه ديال الجبن كيف ما كتشوفوا هنايا، وغنقلبوا قطعه اخرى عليها. كتجي لذيذه صحيه فيها الخضره فيها الكفته. كيف ما كتشوفوا كتجي بهذا الشكل هذا. بالنسبه للوجبه الاخرى هنايا عندنا شرائح ديال الدجاج بالصلصه البيضاء والشامبينيون كيف ما كتشوفوا معايا. غنجيبوا شرائح ديال الدجاج على حسب الكميه اللي عندكم، وغنضيفوا شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، شويه ديال التحميره والنباتات العطريه. اولا الا بغيتو تعملوا الزعتر، فالزعتر دائما كيضيف واحد اللذه لهاد الاطباق ديالنا. الا ما كيعجبكمش بلا ما تعملوها البنات. هنايا حبيباتي كما كتشوفوا معايا غنجيبوا المقله، غنعملوا شويه ديال الزيت وغنحمروا مزيان هاد شرائح ديال الدجاج، وغنزيدوا شويه حوالي ملعقه ديال الزبده الحيوانيه. صافي من بعد ما زولنا ديك شرائح ديال الدجاج غنضيفوا الزبده وشويه ديال البصله وشويه ديال الثومه، وكيف ما كتشوفوا هنايا الشامبينيون كيف ما كيبان لكم مقطعين شرائح. صافي وغندوزوهم مزيان في المقله حتى يطيبوا مزيان. وغنزيدوا هنايا كميه ديال الصلصه البيضاء اولا القشده الطريه. من بعد غنضيفوا هنايا كيف ما كتشوفوا شويه ديال الابزار، وغنضيفوه لهاد الدجاج هذا. كيجي لذيذ ساهل في التحضير البنات، ما كيديش الوقت نهائيا. وشويه ديال الربيع من الفوق كيف ما كتشوفوا معايا. غنضيفوا هنايا بطاطا بيوري. فكيكون الشكل ديال الطبق ديالنا هو هذا. بالنسبه للطبق الموالي هنايا باذنجان كيف ما كتشوفوا معايا مقلي شويه في الزيت الزيتون، وهنايا البصله، فلفل احمر، فلفل اخضر، شويه ديال المطيشه وشويه ديال الماء،
والعطريه كتبقى اختياريه على حسب اللي كيعجبكم البنات. هنايا شويه ديال الثومه، وفي الاخير غنضيفوا المعدنوس كيف ما كتشوفوا. وهنايا كيف ما كتشوفوا ايضا حبيباتي البطاطا اللي محمره في الفران، يمكن لكم انكم تضيفوها للاطباق ديالكم كيف ما كيبان لكم هنايا. بطاطا مقطعه شرائح مدوره، شرائح رقيقه، شويه الكمون، شويه ديال التحميره، شويه ديال الابزار، ملحه، صافي. وغنخلطوا هذا الشيء كامل باش تطول فيه العطريه، وغندخلوه الفران. فكتجي مقرمشه، يمكن لكم كيف ما قلت لكم يعني تزيدوها مع الاطباق ديالكم. هنايا حبيبتي كيف ما كتشوفوا معايا طبق كيجي لذيذ وسهل في التحضير. هنايا شرائح ديال الدجاج مقليين كيف ما كتشوفوا في الزيت الزيتون، وشويه ديال البطاطا ايضا حتى هي دوزناها في ديك زيت الزيتون مع البصله، مع عفوا شويه ديال الزبده حيوانيه. من بعد غنضيفوا البصله وغنزيدوا عليها ديك البطاطا وديك اللحم اللي كنا طيبنا ديك الدجاج. ايضا حبيبتي هنايا غنقدم لكم هاد الطريقه ديال البطاطا، ايضا يمكن لكم ترافقوها مع الاطباق ديالكم. فكيف ما كتشوفوا هنايا اغلبيه ديال الوصفات فكانوا بالبطاطا بالانواع مختلفين، باشكال يعني مختلفه، وكذلك طريقه التحضير ديالها مختلفه. هنا كيف ما كتشوفوا غنقطعوا الكميه ديال البطاطا بهذا الشكل هذا، من بعد غنملوها في الماء، نقطعوها على شكل فريت، ومن بعد غنصفيوها مزيان وغنمسحوها بمنديل كيف ما كيبان لكم في الفيديو. بالنسبه للاضافات اللي غنضيفوا لها، غنعملوا شويه ديال الملحه، وغنعملوا شويه ديال زيت الزيتون، وغنقليوها مزيان تتحمر. من بعد غنعملوا بصله خضاريه وشويه ديال قزبور، غنقطعوهم قطع صغيره، ونخليو البطاطا ديالنا حتى طيب مزيان. شويه ديال التحميره والحار على حسب الاختيار ديالكم، وغنخلطو مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. وغنضيفوا لها ديك الاضافات اللي كنا قطعنا من قبل، بصله خضراء وكذلك القزبور، وغنخلطوهم مزيان بهذا الشكل هذا. كتجي لذيذه ترافقوا معها الاطباق الرئيسيه ديالكم. هنايا حبيباتي في الوصفه المواليه، هنايا الدجاج بالجلبانه ولا صوص بلونش. بالنسبه لهاد قطع ديال الدجاج، بالنسبه لهاد الوصفه كيف ما كتشوفوا غنضيفوا المطارد وطماطم مركزه، واحد نصف كأس ديال قشده طريه، وشويه في الاخر غنضيفوا شويه ديال الربيع. هنايا حبيبتي ايضا كتشاهدوا معايا هاد الطبق هذا بصدر ديال الدجاج اللي مقلي شويه في الزيت، وغنضيفوا شامبينيون مع البصله مع الصلصه البيضاء، شويه ديال الماء، شويه ديال الحليب، وكذلك شويه ديال الربيع من الفوق. من بعد غنمليو كلشي في اللاطه اللي غتدخل الفران، وغنضيفوا شويه ديال الجبن. هنايا حبيباتي ايضا كتشاهدوا معايا شرائح ديال الدجاج اللي نعملوا شويه ديال الملحه وشويه ديال التحميره. غنقطعوا البصله شرائح بهذا الشكل هذا، وغنعملوا شويه ديال الخس، شويه ديال فلفل احمر، بروكولي كيف ما كتشوفوا معايا، المايس والبصله، وشرائح ديال الدجاج اللي كنا وجدنا. هنايا بالنسبه للصلصه، هنايا ملحه عفوا زيت الزيتون، شويه ديال عصير الحامض، الملحه والابزار، صافي. وغنضيفوهم من هاد الشلاضه ديالنا تكون واجده بالصحه والراحه. بالنسبه للطبق الموالي ايضا كيف ما كتشوفوا معايا الدجاج، البروكولي والخيزو، شويه ديال الثومه، وغنعملوا شويه ديال صلصه الصوجه. بالنسبه لهاد الملعقه ديال العسل كتكون اختياريه، وكذلك واحد عصره ديال نصف حامضه، شويه ديال البصله في الاخير، و طوماط سوغيز كيف ما كتشوفوا معايا. غنقدموا هذا الطبق هذا مع شويه ديال الروز. فالطبق ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. في الاخير غنقدم لكم هاد السلطه هذه
بطاطا وخيزو والبصله كيف ما كيبان لكم هنايا. والبيض ديال السمان. كيف ما كتشوفوا الشلاضه ديالنا بطاطا وخيزو مسلوقين وشويه ديال طوماط سوغيز وكذلك شرائح ديال البصله، شويه ديال الفلفل الاحمر اصفر عفوا، شويه ديال الزيت اسود، وهنايا البيض ديال السمان وشويه ديال المعدنوس، وغنخلطوا كلشي بهذه الطريقه هذه البنات. كتجي لذيذه سهله في التحضير وفيها مكونات غنية بالفيتامينات. هنا يا حبيباتي غنكون وصلنا لنهاية الفيديو. مع السلامة، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.